هو ليه ربنا خلق ناس أغنياء وناس فقراء؟ وليه خلى ناس مرضى وناس أصحاء؟ وليه في ناس بتعاني وناس مرتاحة؟ وإيه فضل اللي اتولد في بيئة صالحة فطلع ملتزم؟ وإيه ذنب اللي اتولد في وسط فاسد فطلع منحرف؟ وهل كل إنسان واخد حقه في الدنيا 24 قرار؟ طب إزاي إحنا بنشوف ناس اجتمع لها المال والصحة والذرية والسعادة، وناس تانية اجتمع عليها الفقر والمرض والبؤس والحرمان؟ أسئلة كتير بتتردد في عقول الكثيرين وتجري على ألسنة الكثير، إما بدافع من محاولة الفهم وإما بغرض الطعن والتشكيك والعياذ بالله. والرد على هذه الأسئلة يتطلب أن ندرك أن الدنيا ليست أصلا بدار قرار ولا دار حساب، بالتالي فهي ليست دار عدل أو مساواة. خلق الله الخلق ووزع الأرزاق وقدر الأقوات، واقتضت حكمته جل وعلا أن يتفاوت الناس في الغنى والفقر والصحة والمرض والسعادة والشقاء، وهو العزيز الحكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالناس ليست كلها متساوية في نصيبها من الدنيا، حقيقة يؤكدها الواقع ويقرها المولى عز وجل أكثر من مرة في القرآن الكريم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. اسمع تاني ربنا قال إيه؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالدنيا دار اختبار وتفاوت الأرزاق فيها فتنة، وكل مبتلى فيها بحسب حاله. طيب إزاي تبقى الدنيا امتحان والناس بتدخل بمعطيات وأحوال متفاوتة ومطلوب منهم ينجحوا؟ ألا ينافي هذا عدل الله؟ صحيح إن امتحان الدنيا المطلوب اجتيازه هو واحد للجميع، ولكن عدل الله هنا يتجلى في التقييم، وهو الذي يختلف باختلاف الظروف والأحوال. يعني اللي داخل اختبار الدنيا بمال قليل غير اللي داخله بفلوس كتيرة طبعا. اللي عدى الاختبار وهو مريض غير اللي عداه بصحته، واللي مدة الاختبار بالنسبة له كانت 90 سنة غير اللي اختباره كان 30 سنة، واللي عاش في عصر كعصر الصحابة والتابعين غير اللي عاش في زمن فتن وبدع ومنكرات. القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. واللي نشأ في وسط ملتزم غير اللي نشأ في مجتمع بعيد عن الالتزام. فالله أعدل من أن يحاسبهم كلهم بمعيار واحد. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. فما تقلقش من الناحية دي خالص، لأن ربنا له معايير كتيرة في التقييم إحنا منعرفهاش. مسألة الحساب وتقييم أعمال العباد أعقد وأعمق بكتير جدا من نظرتنا السطحية للأمور. ربنا بيحاسب كل واحد لوحده حساب دقيق مفصل تراعى فيه ظروفه وأحواله وأدق ملابسات حياته. كل واحد غير التاني وكل حاجة معمول حسابها، وميزان الحساب عند الله بالذرة. فتأكد إن مفيش حد هيتظلم، والله أعدل من أن يعاقب عبدا حتى يقيم عليه الحجة الكاملة. أما مكافأة النجاح في الاختبار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في ناس بتنجح من 50%، وناس بتنجح من 70%، وناس بتنجح من 20 و30%. كل واحد حسب المعطيات اللي ربنا اداها له في اختبار الدنيا. وفي درجات رأفة ربنا بيديها لمن يشاء. فما تشغلش بالك بكيفية التقييم، لأن اللي هيقيم خبير وحكيم وعدل لا يظلم أحد. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. حتى توزيع الدرجات مفيش حد يعرفه غير اللي وضع الاختبار. يعني ممكن عمل خير تعمله وانت مستصغره تاخد عليه من الأجر أضعاف عمل تاني انت شايفه كبير. علشان كده ربنا أمرنا ألا نحقر من المعروف شيئا، فلا يدري أحدنا أي عمل ينجيه. وعشان محدش فينا يعرف درجة النجاح بتاعته هتكون من كام، وعشان محدش فينا يعرف امتى هتتسحب من ايده ورقة الإجابة، فمش مطلوب منك غير انك تجتهد بس وتركز في ورقتك ومالكش دعوة بغيرك. متفضلش تبص لكل واحد في اللجنة وتقول ده قاعد على كرسي مريح وانا قاعد على كرسي مكسور، ده قاعد تحت التكييف وانا قاعد في الشمس، وتفضل تشغل نفسك بكل حاجة ما عدا ورقة الإجابة لغاية ما الوقت بينتهي والورقة تتشد من ايدك وانت لسه ما جاوبتش على اللي نجحك. محدش بيطلع من اللجنة غير بورقة الإجابة، وكل حاجة بتحصل جوه اللجنة معمول حسابها كويس أوي في التصحيح. ومتشغلش بالك لأن مفيش حد هيتظلم. أما رب العزة فقد حسم تماما مسألة الحساب وكيفية تقييمه لأعمال العباد حتى تطمئن القلوب وترتاح العقول. وربنا قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
فكفى بالله حاسبا وقيما ورقيبا، وهو من وضع الاختبار، وهو من خلق لكل إنسان ظروفه الخاصة، وهو المطلع على خبايا الصدور، وهو من يحاسب العباد بنفسه لا يوكل عنه أحد، وهو الحق العدل الكريم الرحيم سبحانه وتعالى عما يصفون. سنلتقي إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.